الأخوة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما أنعم، وله الشكر على ما ألهم، والثناء بما قدم من عموم نعم ابتداها، وسبوغ آلاء أسداها، وتمام منن والاها. جمع عن الإحصاء عددها، ونأى عن الجزاء أمدها، وتفاوت عن الإدراك أبدها، وندبهم لاستزادتها بالشكر لاتصالها، واستحمد إلى الخلائق بإجزالها، وثنى بالندب إلى أمثالها. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد المصطفى، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. بداية نبعث أسمى آيات التهنئة والتبريك إلى الأمة الإسلامية جمعاء، وإلى مراجعنا العظام، وإليكم أيها الإخوة بهذه المناسبة العطرة، ذكرى ولادة بقية الله الأعظم وحجة الله على الأرض وخليفته في الخلق أجمعين، الإمام الثاني عشر الحجة المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. الحديث عن شخصية كبيرة ومحطة ضخمة كشخصية صاحب العصر والزمان تحتاج إلى الكثير من الوقت. لا يمكن لهذه الدقائق المحدودة والمعدودة أن تحيط بشخصيته المباركة صلوات الله وسلامه عليه، ولكننا في هذه الليلة المباركة ينبغي أن نتطرق إلى حديث طالما احتجنا إليه جميعا، وهو الحديث الذي ينبغي لكل إنسان عاقل، ينبغي لكل إنسان مسلم، ينبغي لكل إنسان مؤمن ينتمي لهذه المدرسة الضخمة، مدرسة علي بن أبي طالب عليه السلام، ينبغي لكل إنسان يعتقد بخلافة 12 معصوم لرسول الله صلى الله عليه وآله أن يتعلم هذا الحديث، وهي فلسفة الانتظار في زمن الغيبة. ما هي وظيفتنا كمؤمنين في زمن الغيبة لصاحب العصر والزمان؟ طبعا في هذه الليلة لا أريد أن نتطرق إلى سرد تاريخي ممل حول ولادة الإمام والشبهات التي تطرق إليها الأعداء حول الإمام سلام الله عليه في مفهوم الولادة، هل أن الإمام ولد أو لا؟ نحن كشيعة 12 نقر بهذه الحقيقة قلبا وقالبا، لسانا وقلبا، نعتقد بها. ولكننا كمؤمنين ما هي وظيفتنا في زمان الغيبة؟ هذا هو أهم المواضيع التي ينبغي أن نتعلمها ونتطرق إليها في مجالسنا، على اعتبار أننا نحيي ذكرى شهادات الأئمة عليهم السلام عموما في مجالس العزاء، ونلطم عليهم ونبكي على مصائبهم. ولكن هذه المحافل التي تقام وتنصب لإحياء ذكرى ولادات الأئمة عليهم السلام ينبغي أن تكون مدارس، ينبغي أن تتحول إلى واقع عملي بالنسبة للإنسان المؤمن الذي يعتقد بخلافة الأئمة لرسول الله صلى الله عليه وآله. إذن ما هي وظيفتنا أيها الأحبة حتى نكون من المنتظرين فعلا لصاحب العصر والزمان؟ ما هي وظيفتنا فعلا حتى نكون من أولئك الذين كتب عليهم بأنهم من أنصار الإمام الثاني عشر عجل الله تعالى فرجه الشريف؟ وظيفتنا أيها الأحبة في زمن الغيبة هو الاستعداد لظهور الإمام صاحب العصر والزمان، وعلى كل واحد منا أن يقعد في هذه الليلة بينه وبين نفسه في زاوية من زوايا البيت ليحدث نفسه قائلا: هل أنا مستعد لذلك اليوم الذي سوف تشرق الأرض بنور ربها؟ هل أنا مستعد لكي أسمع ذلك النداء عندما يخرج بقية الله الأعظم كي يستند على جدار الكعبة قائلا: أنا المهدي المنتظر؟ هل أنا مستعد لكي أسمع ذلك النداء الذي سوف يهتف بين الأرض والسماء: أتى أمر الله فلا تستعجلون؟ هل أنا مستعد كي أسمع ذلك النداء عندما يأتي بقية الله الأعظم ويدخل إلى حائر المولى أبي عبد الله الحسين عليه السلام كي
كي ينادي بصوت يصدع فيه الجبال الراسية: ألا يا أهل العالم إن جدي الحسين قتلوه عطشانا. هل نحن مستعدون لتلقي ذلك النداء؟ كل منا عليه أن يحدث نفسه بهذا الحديث. يجب علينا أن أيها الأحبة أن نكون لصاحب العصر والزمان كما كان عمار لرسول الله صلى الله عليه وآله. يجب أن نكون لصاحب العصر والزمان كما كان ميثم ابن يحيى التمار لعلي عليه السلام. يجب أن نكون لصاحب العصر والزمان كما كان قنبر مولى أمير المؤمنين وخادمه في البيت عندما دخل على الحجاج بن يوسف الثقفي فقال له الحجاج: بماذا خبرك علي بن أبي طالب؟ فالتفت إليه قنبر قائلا: خبرني الصديق الأكبر بأنك سوف تذبحني ذبحا كالشاة ظلما بغير ذنب. قال: خذوه واذبحوه. فقطعوا رأسه، وكان جرمه أنه والى عليا عليه السلام. هل نحن مستعدون لكي نكون كما كان ابن السكيت عندما دخل على المتوكل العباسي من أعظم جبابرة الأرض؟ لما دخل عليه ابن السكيت التفت إليه المتوكل قائلا: أيهما أحب إليك، ولداي أم الحسن والحسين؟ فرفع رأسه إليه قائلا: ليس الحسن والحسين، وإنما شسع نعل قنبر، سير نعال قنبر خير منك ومن ولديك عندي وعند الله. قال: خذوه واذبحوه. هل نحن مستعدون لكي نكون كهؤلاء الذين وقفوا ودافعوا عن أئمتهم فاختارهم الله تبارك وتعالى لنيل الشهادة تحت لواء المعصومين عليهم السلام؟ هل نحن مستعدون لكي نقف تحت لواء الإمام صاحب العصر والزمان؟ ما الذي يدريك؟ لعلنا في زماننا سوف نكون كأهل الكوفة ولا ندري ما الذي سوف يحصل لنا إذا ظهر إمام زماننا. كان الكوفيون في ذلك الزمان ينتظرون إمام زمانهم، وقد كتبوا إليه أن أقدم علينا فقد أينعت الثمار واخضر الجناب، وإنما تقدم على جند لك مجندة. ولكن إمام زمانهم لما جاءهم خذلوه، بل الأنكى من ذلك أنهم جردوا سيوفهم بوجهه وقاتلوه. لا ندري في زماننا هل سوف نعيد الكرة مرة أخرى؟ هل نكون كأهل الكوفة، أم أننا سوف نكون من أولئك الذين يجردون سيوفهم دفاعا عن العقيدة والمذهب والدين والقرآن؟ فعلينا أيها الأحبة أن نعد أنفسنا استعدادا لذلك اليوم الذي يخرج فيه المخلص الموعود كي يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. إذن كيف نستعد لاستقبال ذلك اليوم؟ الاستعداد نعرج عليه برواية واحدة وهي صحيحة السند، وردت في كتاب الكافي للشيخ الكليني، والناقل لهذه الرواية هو جابر بن عبد الله الأنصاري، وهو من الثقات عند الأئمة عليهم السلام، ولم يختلف عليه اثنان إطلاقا. فجميع الروايات التي ترد عن جابر فهي صحيحة بلا نقاش. يقول جابر: دخلت على سيدي ومولاي الإمام محمد الباقر عليه السلام. واقعا هذه الرواية كأنها المرآة بالنسبة لنا كشيعة. كل إنسان مؤمن يعتقد بوجود الإمام الثاني عشر عجل الله تعالى فرجه الشريف، ويعتقد بأنه يواليه وأنه سائر على نهجه وأنه سوف يستعد للقيام تحت لوائه والقتال تحت سيفه. عليه أن يعرض نفسه على هذه الرواية. ما مدى تطبيقي على نفسي هذه الرواية؟ كيف أعمل بهذه الرواية؟ جابر يقول: سألت الإمام الباقر عليه السلام هذا السؤال: هل يكتفي الشيعي بحبكم أهل البيت؟ لأنه كما تعلمون في زماننا اليوم نلاحظ الكثير من الاتجاهات تدعي بأن على الشيعي أن يحب آل البيت عليهم السلام ويكتفي بهذا الحب. هل يكتفي حب الإنسان لآل البيت، أم أن الحب يجب أن يقترن بمعرفة وعمل؟ إخواني، الحب لوحده لا يبعد الإنسان إلا عن الله وعن أهل البيت عليهم السلام ما لم يقترن ذلك الحب بعمل. اللهم عرفني نفسك. قبل الحب يجب على الإنسان أن يعرف الله، وكذلك يعرف الأئمة عليهم السلام
ثم بعد ذلك يحبهم حتى في حياتنا اليومية. العلاقة بين الزوج وزوجته، العلاقة بين الحبيب وحبيبته، إذا كانت علاقة شرعية مبنية على طاعة الله عز وجل، يجب على تلك العلاقة أن تبتني بداية على معرفة ثم تقترن بعد ذلك بالحب. كذلك بالنسبة لنا لآل البيت عليهم السلام، علينا أولا أن نعرف آل البيت حق معرفتهم، ثم بعد ذلك نحبهم، وإلا مجرد الحب لا يمكن أن يوصل الإنسان إلى الله، لا يمكن أن يربط الإنسان بآل البيت، ولا يمكن أن يوصل الإنسان إلى الجنة إطلاقا. لذلك ورد في الحديث الشريف: اللهم عرفني، ما قال اللهم حبب نفسك إلي. فبداية يجب أن تكون عند الإنسان المعرفة. اللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك. اللهم عرفني نبيك فإنك إن لم تعرفني نبيك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. لذلك الإنسان الذي لا يعرف إمام زمانه قد يكون من أولئك الذين دخلوا حربا مع الله تبارك وتعالى، حربا مع آل البيت عليهم السلام. لذلك على الإنسان أن يسعى جاهدا في هذه الحياة، ولا سيما هذه المناطق التي لا زالت متعلقة بآل البيت عليهم السلام، بينما نجد المناطق الكثيرة التي ابتعدت عن هذا التراث العظيم. أهل البيت جاءوا لبناء الإنسان، أهل البيت جاءوا لربط الإنسان بالله تبارك وتعالى. صاحب العصر والزمان غيب هذه الفترة الطويلة، كل ذلك من أجل الإنسان، حتى يربط الإنسان بالله تبارك وتعالى، حتى يجعل من هذا الإنسان كاملا ناجيا يوم القيامة. هذا هو الهدف من وجود آل البيت. جاءوا لإخراج الناس من الظلمات إلى النور، من الضلال إلى الهداية، من الفساد إلى الصلاح. لذلك جابر بن عبد الله الأنصاري يقول: دخلت على سيدي ومولاي الباقر عليه السلام فالتفت إلي قائلا: يا جابر، أيكتفي من انتحل التشيع أن يقول بحبنا أهل البيت؟ الحب لوحده يكفي أن تكون شيعيا؟ ثم أقسم الإمام سلام الله عليه قال: والله ما شيعتنا إلا من اتقى الله وأطاعه. حتى يكون الإنسان شيعيا لا بد أن يكون طائعا لله، يمشي على تقوى الله. والله ما شيعتنا إلا من اتقى الله وأطاعه. وما كانوا يعرفون، هذه صفات الشيعي الحقيقي الذي ينتمي لصاحب العصر والزمان، وما كانوا يعرفون إلا بالتواضع وكثرة ذكر الله عز وجل والصلاة والصيام والزكاة والتعهد للجيران ومساعدة الأيتام والفقراء والمساكين، وكانوا أمناء عشائرهم في الأشياء. هكذا هي صفات الشيعي الحقيقي الموالي للأئمة عليهم السلام. لذلك ورد على الإمام الصادق عليه السلام: إخواني، واقعا نحن نمر في فترة جدا حرجة، لا سيما في زماننا اليوم، زمان الفتن والشبهات. أينما تلتفت هنالك فتنة، أينما تلتفت هنالك حرام، حتى في بيوتنا دخل الحرام. علينا أن نستغل هذه الأيام استغلالا أمثلا وأصح لكي نتقرب إلى الله ونرتبط بآل البيت، ولا سيما صاحب الزمان أكثر وأكثر، لأنه قد الإنسان في لحظة من اللحظات يكون عدوا لآل البيت عليهم السلام، وقد يكون في لحظة من اللحظات طائعا وليا لآل البيت عليهم السلام، كما قال الإمام الصادق عليه السلام. التفت، وهذا الحديث واقعا يجب أن يعلق كالقلادة في أعناقنا. قال الإمام الصادق عليه السلام: من كان لله طائعا فهو لنا ولي، ومن كان لله عاصيا فهو لنا عدو. وهذه من أعظم الروايات التي واقعا أنا شخصيا من أعظم الروايات التي يقشعر عندها بدني، أن الإنسان إذا كان طائعا لله فهو لآل البيت ولي، وإذا كان عاصيا لله عز وجل فهو لهم عدو. فعلينا واقعا أن نلتفت إلى هذه الحقيقة، وأن نكون من شيعة الإمام صاحب العصر والزمان المخلصين حتى يرضى عنا، وأن نسأل من الله العلي القدير بهذه الليلة وغيرها من الليالي، ولا سيما ونحن في هذه الأشهر الثلاث. فقد قال بعض العلماء أن شهر رجب هو شهر الزرع، وشهر شعبان هو شهر السقي، وشهر رمضان هو شهر الحصاد. فكيف للإنسان أن يحصد ما لم يزرع ولم يسقي؟
فعلينا أن نسقي قلوبنا بحب آل البيت في هذه الليلة وفي غيرها من الليالي والأيام، حتى نكون من المرضيين المقبولين عند صاحب العصر والزمان. ونسأل من الله العلي القدير أن يعجل لوليه الفرج ويسهل له الطلعة والمخرج، ويجعلنا من أنصاره وأعوانه والذين تحت لوائه والمستشهدين بين يديه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين.